لا، كانت تلعب دور رئيسي في فن وفي حياة الفنان التشكيلي أشرف كمال. فده بيدل إن في أم عظيمة، وزي ما احنا بنقول دايما وراء كل عظيم امرأة. فالحياة دي أكيد أكيد هي اللي طلعت معانا الفن الجميل ده. فأنا حابب بقى تشرحي لنا الحالة دي. هو أشرف وحيد وحيد مامته، عنده أختين بنتين. دايما كان محبوب من زميلاته في الجامعة كلهم معايا هنا دكاترة زيه. بيحب المرأة ويقدسها، وعمره يعني ما تعامل معايا خلال ال27 سنة اللي فاتت إلا إنه كان دايما يقول لي دلال أنا عايزك تحققي ذاتك، دلال أنا معاكي للآخر. وبالفعل احنا كنا في غربة سوا مع بعض، كان معايا واقف جنبي شجعني لحد ما أنا اشتغلت وحققت حاجة كويسة هناك جدا في الكويت، وجيت هنا وبرضه اشتغلت وكان هو ورايا. أنا موظفة في الدولة، إلا إنه فعلا إنسان كان يحترم للمرأة، حتى تلاقي كل شخصياته كلها يعني بتتعامل مع في كل الأعمال بصراحة. صحيح. كل اللوحات دور رئيسي. حاسس هو عارف ده ومقتنع بيه ومؤمن بيه جدا. والحمد لله أنا بعد ما هو توفى، وأنا مش متخيلة إن هو متوفى طبعا، استغفر الله العظيم، أنا بقول يعني إن هو معايا بروحه دايما، إلا إنه فعلا لحد دلوقتي هو بيشجعني، وانا بعمل معاه الجناح ده. هو جناح صغير بس ان شاء الله في الايام الجايه هنعمل له معرض خاص بيه. هو معايا في كل خطوه، فربنا يرحمه وان شاء الله في ميزان حسناته، وانا متشكره جدا. طبعا انا شاكر لحضرتك وشاكر لكل ضيوفك. ربنا يرحم استاذ اشرف. ويعني نقول كده يعني انتوا تقدروا من خلال اعماله، هو عايش معاكم، وانت فعلا اللي انت اخر كلمه انا هاخدها منك، عايزين نعمل معرض كبير، بالذات اللوحه دي انا عايز اشوفها بالحجم الطبيعي في المعرض اللي جاي. عايز اصورها بالحجم الطبيعي، مش عايز اصور جزء، لا انا عايز اصور اللوحه كامله باذن الله. وانا مستني، والجمهور معايا لازم يستنى باذن الله عشان نحضر المعرض الخاص بفنان اشرف كمال. شكرا لحضراتكم، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.